اي جمله اي ايه في الانجيل لو حبينا نشيل المحبه نحط مكانها مين؟ هتلاقي المعنى مفهوم. نحط مكانها مين؟ مين؟ الله يسوع المسيح. اي ايه عندنا في الكتاب المقدس شيل المحبه حط مكانها يسوع المسيح هتلاقي المعنى مفهوم. هنتكلم في 4 نقط محدده عشان نبقى طالعين مستفيدين. اول حاجه هنتكلم عن اهميه المحبه من جوه الكتاب المقدس، يعني انا مش هقول اراء ليه، انا هطلع ايات من الكتاب المقدس تقول لنا اهميه المحبه. تاني حاجه هنتكلم فيها افكار ودوافع احطها في مخي علشان اعرف احب الناس اللي حواليا. انتوا عارفين اي فعل اي حد بيعمله لازم يكون الاول جواه ايه؟ فكره. اي فعل عندنا في الحياه لازم تبتدي بفكره، بعدين الفكره تترجم الى فعل. فهنقول اول حاجه اهميه المحبه، تاني حاجه افكار ودوافع تخليني دايما احب، تالت حاجه هنتكلم على ايه هي افعال المحبه، اخر حاجه هنتكلم عن ايه هي اقوال المحبه. ركزتوا معايا ولا توتوا؟ يبقى اول حاجه افكار اشحن، اول حاجه اهميه المحبه، بعدين افكار اشحن بيها دماغي عشان اعرف احب، بعدين طب خلاص انا اقتنعت بالمحبه، ايه هي افعال المحبه؟ اخر حاجه ايه هي اقوال المحبه. قبل ما ابتدي كده عايز اسالكم سؤال وحد يجاوبني عليه. في ايه في الكتاب المقدس بتقول لنا ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. حد يقول فاهمين الايه دي ازاي؟ الايه بتقول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. قولوا لي كده اي حد يشارك يقول اي حاجه، يعني مسموح ان احنا نفتي براحتنا. قولي لي فاهمها ازاي؟ يعني على فكره الايه دي انا كنت فاهمها غلط لغايه ما سمعت التفسير بتاعها. اتفضل. احنا نتحمل الشخص اللي بيسيء لينا ويعمل لنا مشكله في حياتنا ونتحمله ونبتسم. طب حته ان كان ممكنا بحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. يعني طاقتنا احنا ممكن نعمل نصلي اللي ربنا يدينا طاقه عشان نستحمل. جميل خالص. حد ليه اي تفسير تاني؟ اتفضل. بيتكلم في طاقات الناس فكل واحد طاقته مختلفه عن التاني. بيتكلم في طاقات الناس فكل واحد طاقته مختلفه عن التاني، تمام. حد يحب يشارك بأي حاجه تاني؟ حد يحب يشارك؟ اتفضل. هو يقصد انا اللي فهمته ان هو يعني عايز ان احنا نحب كل الناس، بس برضه مدينا ان هو كل واحد ممكن فيه انا مثلا او احب ممكن شخص معين حد تاني يقدر يحب كذا شخص او يقدر يحب، يعني قصدك ان احنا كل واحد حسب طاقته مختلف. حسب طاقته برضه، بس هو ان كان ممكن نحب كل الناس. تمام. بص بقى انا الايه دي في الاول كنت فاهمها غلط لغايه ما سمعت التفسير بتاعها. قال لك بقى ايه؟ ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سليموا جميع الناس، يعني ابذل كل ما في طاقتك علشان تحب كل الناس، سواء احباب سواء اعداء سواء قريبين سواء بعيدين، ابذل كل ما في طاقتك. احيانا بنفهمها غلط، بقول لك ايه؟ انا حاولت مع الفرد ده مره ومرتين بس هو صدني، خلاص الانجيل بيقول لك ان كان ممكنا حسب طاقتك، خلاص انا ضغطي وقفت على كده. ده التفسير انا كنت فاهمه الاول والتفسير ده طلع غلط. التفسير اللي صح طلع ايه؟ ان كان بحسب طاقتكم طاقتنا ابذل كل ما في طاقتي. طب ايه حدود طاقتي؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى عشان كده هو مفيش اي فرصه تتحط قدامي انا فلان حاولت احبه بس طاقتي وقفت عند كده. الحقيقه ده تفسير غلط للايه دي. المقصود بالايه ابذل كل ما في طاقتك علشان تحب كل الناس. وانا طاقتي في المسيح واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. طاقتي في الروح القدس اللي ساكنه جوايا. الروح القدس ملهاش نهايه. الروح القدس ده روح مين؟ روح الله القدوس، روح ضابط الكل، ملهاش نهايه. فعشان كده ماليش اي عذر اي انسان حواليا حتى لو كان عدوي، حتى لو كان ظالمني، حتى لو كان واخد حقي، حتى لو كان بيهني، ماليش اي عذر ان انا ما اقدملوش محبه. شفتوا الموضوع مختلف ازاي؟ يعني ما اقدرش اقول بقى انا طاقتي كده وقفت عند كده، فلان طاقته وقفت كده عند كده، لا. طاقتنا كلنا بنستمدها من يسوع المسيح. طاقتنا كلنا بنستمدها من الروح القدس اللي ساكن جوه كل واحد فينا لما ترشمنا بزيت الميلون. فعشان كده وصيه كتابيه ان انا احب كل الناس. مش هعرف اخش السماء الا عن طريق المحبه. حتى لو واحد بيجي على حقي لازم احبه. تخيلوا كده، هو لو انا بحب يعني ناس كتير قوي بس في واحد بس انا مش بحبه، ويجي كده يوم المجيء التاني ورب المجد جالنا من ناحيه الشرق وكلنا اختطفنا على السحاب، وجي واحد كده وانا داخل السماء بقى وفرحان يقول لي تعالى هنا يا ابونا مالكش دخول في السماء. ليه؟ ما انا كنت بصوم وبصلي وبخدم وبعمل كده. فلان الفلاني ما قدمتلوش محبه. يا رب طب انت كل الحاجات الثانيه لان الوصيه صريحه. فعشان كده المحبه وصيه مرتبطه بخلاص كل واحد فينا. كلنا عايشين لهدف كبير قوي. هدفنا ان احنا نخش فين؟ ملكوت السماوات. يبقى لو في واحد بس انا ما عرفتش احبه محبه حقيقيه من جوه قلبي، حتى او ما ينفعش اقول اصل هو ظالمني، اصل هو واخد حقي، ده مش سبب، انت بلا عذر. لان طاقتي في المسيح. لو انا فاتح الروح يعني الحنفيه كده بتاعت الروح القدس وبتنسكب جوايا،
طاقتي ملهاش نهايه، اعرف احب كل الناس الى الابد. تمام؟ نبتدي نقول اول حاجه اهميه المحبه، اول حاجه نسمع كده هنقول ايات كلها. يوحنا 4 يقول لك ايه؟ من لا يحب لم يعرف الله. لان الله محبه، برافو عليك. يبقى رقم واحد المحبه هي دليل او علامه معرفتنا بربنا. عارفين يعني ايه لو حد ما عندوش محبه؟ يبقى ده ما بيعرفش ربنا. اصل انا باجي اتناول واجي اصلي واجي احضر اجتماع الشباب واجي اخدم، بس انا فلان ما بحبهاش او فلان ما بحبوش، لا انت كده ما تعرفش ربنا. عارفين منين هم اللي ما بيعرفوش ربنا؟ مين هم؟ الملحدين. متخيلين المحبه واصله قد ايه؟ خطوره المحبه. لو انا بعمل كل حاجه بس فلان بس مش عارف احبه، يبقى انا كده ما عرفتش ربنا. مين هو اللي ما بيعرفش ربنا؟ الملحدين اللي بيعملوا الاوثان يعني انا لما في افريقيا بشوف حاجات كتير، ناس بتعبد شجر وناس بيجيبوا البقره ويعبدوها وحاجات كده غريبه في الاول يعني. لو انا ساعات قلبي مش مليان محبه يبقى انا زي عبيد الاوثان. ده الانجيل يقول كده مش كلام. يبقى اول اهميه من اهميه المحبه هي علامه معرفتنا بربنا. الموضوع بقى بيخش يتطور للعمق اكتر. تاني آية مننا ايه؟ يوحنا رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع. إن قال أحد إني أحب الله. لو سألت أي حد فيكم مين بيحب ربنا؟ كلنا هنقول بنحبه. طيب إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه بيكره أخوه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي يبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لا يبصره. لو أنا بقول لك يا رب أنا بحبك قوي وقلبي كله مليان محبتك، بس فلانة أذتني مش عارف أحبها، لا أنت كده كاذب. ده الإنجيل مننا كده. رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع عشان ما نجملش ونضحك على نفسنا، أنت كده إنسان كذاب. هو مين هو اللي موقف بالكذاب وأبو الكذاب؟ أنا يعني سامحوني بقى، شفتوا بقى؟ لو حد بس أنا ما بحبوش الإنجيل يقول لنا أنت كده زي الشيطان. يا رب طب وكل الحاجات والأصوام والخدمة واللي ماسك فيك يا رب، الإنجيل يقول لنا كده، رسالة يوحنا الأولى كده. فهو كاذب، والوحيد اللي اتقال عليه كاذب هو اللي ما بيحبش، وهو الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. فشوفوا خطوط المحبة، لو واحد بس مش عارف أحبه هيطبق عليا الكلام ده كله. يبقى المحبة علامة معرفتها ربنا. 2 المحبة علامة إن أنا بحب ربنا. 3 نسمع كده في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث. نحن انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يعني لو أنا ما بحبش أنا موجود في الحياة ولا في الموت؟ لو أنا بحب يبقى أنا إيه؟ حي. يبقى علامة إن إحنا أحياء إن أنا بحب كل الناس اللي حواليا. يعني ايه احياء؟ مش مقصود هنا الحياه والموت الجسدي، لا مقصود بيها ايه؟ الانفصال عن ربنا. لو انا ما بحبش فلان يبقى انا منفصل عن ربنا. هخضر ضميري بقى واصل انا اعترفت ولسه ما بحبوش، اصل انا بقرا الانجيل بس لسه ما بحبوش، اصل مش قادر احبه عشان هو دي كلها ما انت بالعذر يا الانسان. دي وصيه كتابيه صريحه ليا ولحضراتكم. لو انا عندي واحد بس مش قادر احبه انا انسان ميت. لك اسم انك حي ولكنك ميت. حي يعني بتتحرك وتاكل وتشرب وتنام وتروح كليتك وتروح شغلك وتروح اي مكان وتيجي الكنيسه، ده الحياه الجسديه، ولكنك ميت لانك منفصل عن ربنا، لانك ما بتنفذش الوصيه. فاصبح ده هو مش رفاهيه لاي حد فينا، انا فلان احاول احبها ومش ما قدرتش خلاص طبت كده، لا اصبح الكلام مش صح. النهارده ربنا بيقول لحضراتكم لازم احب كل الناس، الا يبقى انا ما بعرفش ربنا. 2 انا مش بحب ربنا. 3 انا انسان ميت. لو في واحد بس مش بحبه انا انسان ميت، انا انسان عايش. 4 يوحنا 13 يقول لك ايه؟ بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي اذا كان لكم حب لبعض البعض. علامه ان احنا اولاد المسيح، علامه ان احنا تلاميذ المسيح هي المحبه. ما ينفعش ان انا اقول انا تلميذك وقاعد زي الفل، بس الحته دي انا مش هنفذها، لا انت كده مش تلميذ ربنا. هو في الاخر حاجه من الاثنين، يا اما كنت تلميذ ربنا يا اما كنت تلميذ مين؟ بالظبط كده، يبقى انت اللي قلته. يبقى اي عدم محبه انا كده ماشي في سكه ابليس. تسميه كده يقول لك قدامك طريقين، الحياه والموت. هتمشي في الحياه هترث البركه، هتمشي في الموت هترث اللعنه بكامل ارادتك. ربنا ما بيجبرش حد، ربنا ما بيجبرش اي حد فينا ولا انا ولا حضرتك. كل واحد كامل الاراده، قدامه طريقين، طريق محبه اللي هو طريق الحياه ارث البركه، طريق عدم المحبه اللي هو طريق الموت ارث ايه؟ ارث اللعنه بكامل ارادتك. ربنا مش هيجبرك، ربنا يقول انا واقف على الباب ايه؟ بخبط. فتحت الباب كده وريت الباب هخش واتعشى معاك، ان ربنا عمره ما يوصل لبكره غصب عني ويخش في حياتي غصب عني، يقول لي حب فلان غصب عني. لازم انا بكامل الاراده بحب ايه؟ بحب كل الناس اللي حواليا. يبقى لنا 4 حاجات انا وحضراتكم نحفظها علشان احب كل الناس. هي علامه معرفتنا بربنا، 2 علامه حبنا لربنا، 3 علامه ان انا انسان غير ميت، انا انسان حي، 4 علامه ان انا تلميذ لرب المجد. نسمع بقى في رومية 13 برضه آية 5. لا تكونوا مديونين لأحد في شيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. يعني ربنا مدين كل واحد فينا. لما رتب لنا الفداء بعد ما ابونا آدم وأمنا حواء غلطوا من غير ما نعاقب،
ربنا بكامل ارادته رتب لنا الكتاب، احنا مديونين كلنا لدم المسيح. اسدد الدين ده ازاي؟ ان انا احب كل الناس اللي ربنا هتدخلوا على صوره الله ومثاله. انا كده بحاول اسدد جزء من الدين، تخيلوا؟ يعني دي بقى مش تفضلا مني، ده انسان مديون. يعني عارف كده لو انا جيت مثلا اسمه حضرتك ايه؟ لا كريستين انا سلفتها 1000 جنيه. جت بعد شويه شهر شهرين قالت لي خد يا منى ال 1000 جنيه. هي كده عملت جميله ليا، عملت فيفر زياده، بتسدد الدين، المحبه بسدد الدين. ما قداميش فرصه ان انا اصلا عمل فيا واهلي ده انا بسدد الدين عليا. كل واحد فينا وانا اولكم انسان مديون. فروميا 13 انا بسدد الدين، علامه تسديد الدين هي المحبه لكل الناس اللي حواليا. الاهميه السادسه من احب غيره فقد اكمل الناموس. يعني انا عارفين لما حد يخش الامتحان يقول لك انا قفلت الامتحان، هو كام واحد هنا في الكليه لسه بيدرس؟ فاضي كده. عايز لما تخش الامتحان وتقول لك انا هجيب الفول مره، انا قفلت الامتحان. المحبه اكملت الناموس، عملت كل المطلوب مني. يعني ربنا يعني سوري انا اسف بيتلكك عشان يدخلنا السماء، بيقول لنا طريق سهل جدا، عايز تخش السماء حب كل الناس. يلا خش السماء، قد اكملت الناموس كله. يبقى كده 5 نقط 6 نقط عايزين دايما نحفظها، هي اهميه المحبه، مش رفاهيه. رقم 1 علامه معرفتنا ربنا، 2 علامه حبنا لربنا، 3 علامه ان انا انسان عايش مش ميت، 4 علامه ان انا تلميذ ربنا، 5 علامه ان انا سديت الدين، اخر حاجه علامه ان انا عملت المطلوب مني. طب احب الناس الحلوه؟ لا احب كل الناس، لا صراحه كلنا عارفين، احبوا اعداءكم، باركوا لعانيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسوون اليكم. ماده 5 يعني اللي بيكره لازم اقدم له محبه. اللي يعني سوري يعني باركوا لعانيكم، عارفين يعني ايه لعانيكم؟ يعني ايه لعانيكم؟ يعني ايه؟ واحد يلعني صراحه يعني اقول له الله يبارك. هو دي الوصيه كده، مش رفاهيه. ما اقعدش بقى انا كرامتي وانا مش عارف ايه وانا اصل انا ابن ربنا ما اتهانش، اصل انا كاهن كرامتي كهنوت. ربنا ما عندوش الكلام ده كله. حب كل الناس. لو واحد ما بيحبنيش وشاف المحبه فيا، هو شاف المسيح جوايا. هو هيتغير، مش انا اللي بتهان. المحبه علامه قوه. يبقى كده خلصنا اول حاجه ان اهميه المحبه. طيب عايزين بقى اقتنعنا؟ حد عنده اي حاجه في الموضوع دي؟ اتفضل. ازاي اتعامل مع الشخص المؤذي وفي نفس الوقت اللي انا بقدم له محبه في نفس الوقت اللي انا بتجننه؟ هو انا عايزه اتجنن وفي نفس الوقت انا بحبه بس انا بتجننه بقى. هنقول ايه حدود المحبه؟ هنقولها جاي الموضوع. طيب السؤال ده مهم جدا، عايزين قبل ما نمشي كلنا نكون متفقين عليه. بعد كده هو بقى عرفنا اهميه المحبه، عايزين نملى دماغنا بافكار ودوافع تخليني احب. خلاص احنا عرفنا ان المحبه مهمه. طب انا ضعيف، انا وانتوا كلنا ضعاف يعني. لو فكري مش مليان مش مشغول بالمحبه، الفعل مش هيحصل. زي ما اتفقنا اي حاجه عايز نعملها تبتدي بفكره، بعدين اقتنع بيها، بعدين اعمل ايه؟ الفعل او الكلام. خلاص عايزين بقى نملى دماغنا بافكار تشحننا للمحبه. اول حاجه كل المحبه هي الطريق الوحيد اللي بيخليني شبه مين؟ ربنا علينا في تكوين 1 نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. المحبه هي اللي بترجعني عارفين الترجمه بتاعت ترجعني تاني لشكلي الاولاني؟ اللي يرجعني تاني لشكلي الاولاني ان انا احب. لان المسيح قد المحبه. المسيح لما طلع على الصليب ما قالش انا بحبكم بقى وسابنا في حالنا، انا بحبكم يا حبايبي بس خليكم كده ايه السماء مقفوله، ما عملش كده. خد شكل جسد وطلع على الصليب، اتعرى من هدومه، اتضرب فيه مسامير، الحربه اتضربت في جنبه، جسمه كله كان بيغرق دم، الدم دوت غطى الخطيه بتاعتي. فاذا علامه ان انا اكون شبه ربنا هي المحبه، مفيش حاجه ثانيه. عشان كده نسمع كده يقول لك ايه؟ لكي تكونوا اولاد ابيكم في موعظه عكبه. انا عايز اكون اب، انا عايز اكون بنتك، انا عايز اكون ابنك، تعملوا ايه؟ حبوا بعضكم بعض. هي دي العلامه. يبقى رقم 1 افكار احطها في دماغي اي وقت بقدم محبه لاي حد حواليا انا شبه ابويا. عارفين لما يكون واحد اصفر ابنه يطلع اسمر، واحد ابيض يطلع ابيض. ربنا قدم محبه لا نهائيه، انا يبقى لازم اطلع بحب. ده ربنا نفسه نزل وغسل الارض للتلاميذ علامه محبه. وليس عبد افضل من سيده. ليس ما فيش حد فينا افضل من سيده. ده الانجيل اللي بيقول كده. يبقى انا كمان لازم اقدم محبه. يبقى افكار كل مره عايز احب، انا عايز ابقى شبهك يا رب. حد يقول يبقى شبه ربنا ضابط الكل؟ ما حدش يقول. تاني حاجه افكار تشحن المحبه في دماغي. المحبه اكتر شاهد للمسيحيه في العالم كله هي المحبه. علمونا انواع الانقراض زي مش هنعمل كده اهو. قالوا لنا قبل ما تمسك بقى فينا بتوع ناس غير مؤمنه كتير يعني. قال لك قبل ما تمسك مايك وتقعد تقول وعظه وتقعد تقول بقى اصل الانجيل بيقول قدم محبه فعليه لكل الناس هتحب المسيح اللي فيك وهتيجي الكنيسه. قبل الوعظات وقبل كورس الموعظين وقبل قانون الايمان وقبل الكلام ده كله قدم محبه.
محبه غسيل الارجل. بمحبه غسيل الارجل النفوس كلها هتيجي. فالاثنين المحبه اكتر شاهد للمسيح. كل واحد من حضراتكم سواء في كليته، سواء في الشغل بتاعه، سواء في المواصلات، سواء في الشارع، سواء في عيلته جوه بيته، سواء مع الجيران، سواء جوه الكنيسه، بيقدم محبه. هو بيشهد للمسيح بدون ان يتحدث، يشهد شهاده حقيقيه للمسيح. اقول لكم القصه دي حصلت فعلا. كان زمان في روسيا كان في حاجه اسمها الشيوعيه، حد سمع عنها قبل كده؟ الشيوعيه دي كانت حاجه صعبه جدا، يعني ما يعني نعم؟ يعني حاجه صعبه جدا، يعني ما يكونش حاجه اسمها مسيح. كان في اسره مسيحيه مكونه من زوج وزوجه وبنت عندها 6 سنين، القصه دي حقيقيه مش مبالغ فيها. كان ساكنين في هناك في روسيا، وكان جنبيهم ضابط شيوعي مركز كبير قوي. جم سكنوا جنبي، قال لك ايه ده؟ انا شيوعي، يعني المفروض انا شغلانتي ان انا ببيد المسيحيين دول وجايين بجاري. طب يستحمل؟ مفيش. فات حوالي اسبوعين الراجل ساق عربيته وطلع، هو كان مستنيه على اول الشارع، طلع على المزاد وبقى ما كانش بيستحمل ازاي واحد مسيحي يبقى جنبي. ماشي، الزوجه زعلت عليه شويه كذا كذا كذا. بعد يومين 3 برضه شاف مراته رايحه جايه وسلسله بصليب عليها، ما استحملش. عارفين الشيطان بيجي بقى ما بيستحملش الا بيلاقي الصليب ولا اسره مسيحيه. عمل لها ايه؟ نفس ما عمل لجوزها، برضه وقف لها مكان وهي ماشيه وتخلص منها وقتلها. الباقي مين؟ البنت الصغيره. عدت على القصه دي حقيقيه، عدت على القصه دي حوالي بتاع اسبوع. بعد كده لقى جرس بيرن، بيفتح كده لقى مين؟ لقى البنت الصغيره دي. لقى البنت الصغيره ماسكه ورده بتقول له اتفضل الورده. يقول لها هو عرف ان هو اللي قتل ابوها وامها. لقى الورده، يقول لها ايه الورده دي؟ قالت له ماما كانت موصياني قبل ما اموت، وقالت لها ان عمه اللي جنبينا احتمال ما يسيبناش في حاجه، ولكن احنا لازم نحب كل الناس. لو سمحت حتى لو انا جاري حاجه خدي ورده من الجنينه اللي قدام البيت وروحي قدمها له، لان دي وصيه كتابيه في الكتاب المقدس. دي مش قصه مبالغ فيها، بس سامحني يا عمو ان انا عدت 6 ايام لان انا صغيره ودي صغيره، فبحاول اطول ما كنتش عارفه لغايه ما عرفت اجيب الورده ديت واديتها له. التاريخ الكنسي بيقول لنا ان هذا الضابط اتعمد وفعلا ترك الشيوعيه واتعمد وبقى كارثي حلو خالص في روسيا. بعد كده الحمد لله نشكر ربنا الشيوعيه خلاص من روسيا. القصه دي حقيقيه بسبب المحبه اللي الاب والام زرعوها في البيت دهيت. الراجل ده كان ضابط مرموق، يعني عارف لو كان عندنا واحد لواء كده اهو ويعني قدام الناس كلها انه من المسيح. طبعا بهدلوه وعذبوه، بس فضل كارث ونفوس كتيره جت للمسيح من هذا الضابط. الضابط ده بقى مسيح عن طريق مين؟ عن طريق البنت الصغيره دي. البنت المسيحيه دي كانت عن طريق مين؟ ابوها وامها زرعوا فيها المحبه. المحبه اكتر شاهد للمسيح. اللي قال الناس عنه كسفراء. طب انا ابقى سفير للمسيح ازاي؟ بالمحبه. في اي مكان انا متواجد فيه، انا ما بمثلش نفسي، يعني وانا واقف قدامكم كده انا ما بمثلش ان انا ابونا مين بكلمه او حضرتك كريستين، لا انت بتمثلي المسيح. اسمنا على اسمي، فلازم ان انا اكرز بيه. تالت حاجه، المحبه اسرع طياره توصلنا للسماء. ده انا كمان مش طياره هتوصلني للسماء وانا فاضي، لا دي طياره هتوصلني للسماء وانا ناقل الطياره بتاعتي ناس ثانيه حبتها. مين فينا مش عايز يخش السماء؟ كلنا عايزين نخش السماء. تخيل بقى لما تخش السماء بطياره سريعه جدا، مش عارف بيسموها ايه الموديل بتاعها، وفي نفس الوقت انت مش داخل لوحدك، انت داخل والطياره دي مليانه ناس، لان الناس اللي قدمتهم محبه. فكل دي افكار تشحنني عشان اعرف احب الناس اللي كلها حواليا. خلي بالك في المحبه، انا بقدم المحبه مش لان اللي قدامي يستاهل، يعني النقطه دي ابليس بيضحك علينا، يقول لك فلان ما يستاهلش، هيستغلني، ما عندناش الكلام ده. انا بقدم المحبه عشان اخد اجري في السماء، مش رد فعل. ركزوا في النقطه دي، المحبه ليس رد فعل. المحبه فعل داخلي جوايا انا، مش لان اللي قدامي يستاهل، مش لان اللي قدامي عمل لي خدمه. بقدم المحبه وانا غير منتظر الاجر بتاعي، واجري اخده فين؟ في ملكوت السماوات. المحبه كمان لازم احط نفسي كده، خلاصي مرتبط بالمحبه، زي ما قلنا خلاص كل واحد فينا مرتبط بالمحبه. زي ما قلنا وبقولها تاني، لو في واحد انا مش عارف احبه او واحده انا مش عارف احبها هتمنعني من دخول ملكوت السماوات. فدي النقطه دي تخوفني. دايما علمونا كده، قالوا لنا حط في دماغك كل ايامك على الارض تابلو كده او منظر. عارفين لما بشوف فيديو حلو يقعد معلق في دماغي شويه، صح؟ حط في دماغك كده المنظر ان احنا كلنا هنقف قدام ربنا وهنختطف في الهواء سواء احياء او اموات، وكل واحد هيقدم كشف حساب وكشف في الحياه، وكل الاسرار هتكون مكشوفه. يعني وانا قدامكم كده ممكن يكون مثلا ايه في كريستين ما بحبهاش، بس بحاول اتظاهر بقى قدامكم بكلام حب يعني، ولكن ربنا فحص القلوب والكلى في يوم المجيء الثاني كل الاسرار هتتكشف. مش هنعرف، انا اسف نضحك على ربنا، ربنا عارف كل حاجه. ممكن امثل قدامكم وانا على الارض مع الناس، انما في يوم المجيء الثاني مفيش تمثيل. فلو في واحد انا مش عارف احبه من قلبي هتحرم من دخول ملكوت السماوات، وده اللي بيسموه بقى الخوف المقدس. الخوف المقدس
يعني ايه؟ خايف اخسر السنه. فدي برضه فكره تدفعني ان انا ايه؟ اقدم محبه. المحبه كمان عشان نفهم نشرحها، مش انا عايز اعمل ايه خالص، اللي قدامي عايز يعمل ايه. فاهمين الفرق؟ يعني مثلا انا اسم عليك ايه؟ شنوده. انا وشنوده مثلا. انا دلوقتي انا يوم طويل بقى وواحد عمل درس في خدمه مش عارف، انا عايز اروح البيت. ده اللي انا محتاجه. انما شنوده بص يا منى انا عايز اقعد معاك ساعه ساعتين كده بعد الاجتماع. لو انا عندي محبه اعمل اللي انا عايزه ولا اللي هو عايزه؟ هو كده. المحبه مش انا اعمل اللي انا عايزه، المحبه اعمل اللي هو عايزه. المسيح عمل كده. المحبه يعني اروح مكان انا مش عايزه بس اللي قدامي عايزه. المسيح عمل كده امتى؟ لما راح البير. المسيح كان عايز يروح البير؟ لا، بس كان عارف ان السامريه خلاصها يحتاج ان هو يروح البير، فراح لغايه البير. المسيح كان عايز هو شخصيا، كان عايز يروح بركه حزه؟ لا، بس كان عارف ان خلع اللي بقاله 38 سنه عايز المسيح يروح. يبقى المحبه مش انا عايز ايه، المحبه اشوف اللي حواليا عايزين ايه. واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، اعلمه يعرف يقرا ويكتب. واحده ست صديق او صديقه بقى لها اسبوعين ثلاثه ما شفتهاش، اروح افتقدها الخير او ارفع تليفون افتقدها او ابعت له رساله محبه. حد عنده صغر نفس، وكلنا عندنا صغر نفس. يعني اخر حاجه يقول لك 80% من البشر عندهم صغر نفس. اشجعه، اسنده، اقول له انت عملت حاجات حلوه كتيره. كلام التشجيع دوت كل دوت اعمال فعلا تثبت المحبه. المحبه كمان عشان تتخيل كده المحبه، لما بتلاقي الشمعه منوره وبتنور كل المكان اللي فيها والشمعه عمال يحصل لها ايه؟ عماله تدوب. هي المحبه معناها ان انا ادوب من اجل الاخرين، مش ان انا ابقى متجمد. عارفين لو شمعه متجمده كده، النار اتولعت متجمده، بعد شويه يحصل لها ايه؟ بعد شويه يحصل لها ايه؟ هتطفي. انما طول ما الشمعه موهوجه هي بتدوب وبتنور الناس اللي حواليها. طب ما ربنا قال انتم نور العالم، مش ربنا قال لنا كده؟ يبقى المحبه لازم اعمل كده. في اثنين مثلوا الموضوع ده كويس قوي، بولس الرسول وموسى النبي. موسى النبي قال له ايه مره كده؟ والان يا رب ان غفرت خطيئته والا فامحي اسمي من كتابك. هي دي المحبه بقى. يا رب يا اما تغفر لشعب بني اسرائيل يا اما شيل انا من كتابك خلاص، خلينا من على الهالكين. دي بقى قمه المحبه. مش احنا يبقى مثلا عندنا حاجه طويل من الاول انا عايز اقف قدام اللي قدامي، عندنا رحله انا عايز اقعد في المكان الاتوبيس احسن من المكان ده، هو عندنا مش عارف اي حاجه انا عايز اخد الاحسن. لا، ما عندناش كده. وده عشان كده بقى موسى النبي بقى بيقول لك كده يا اما تشيل خطيئتهم يا رب يا اما تشيل اسمي من سفر كتابك. بولس الرسول قال ده في العهد القديم. في العهد الجديد بولس الرسول قال نفس الايه او نفس المعنى. قال لنا ايه بولس الرسول في رومية 9؟ كنت اود ان اكون انا محروما من المسيح من اجل انسبائي في الجسد. طبعا بولس بيحب المسيح، كل حياته كلها المسيح. بيقول لك انا كنت اود ان انا اكون محروم من المسيح من اجل ايه؟ من اجل انسبائي. هو ده الحب، ان انا بدوب من اجل الاخر. خلي بالك برضو المحبه قرار مستمر، مع ان احيانا بنقع فيها دي. يبقى انا عندي شعور مؤقت، سمعت وعظه، صليت الناس كويس، فجالي شعور انفعالي بقى انا احب كل الناس، يومين ثلاثه ورجعت. لا، المحبه شعور مستمر. اشحن نفسي كل شويه بالمحبه. ابص للصليب اشوف المحبه بتاعت ربنا، اقول ليس عبد افضل من سيده. اشوف المسيح هو بيغسل ارجل للتلاميذ، اقول انا كمان ليس عبد ايه؟ افضل من سيده. فهو مش شعور مؤقت، ده شعور مستمر لغايه اخر يوم في حياتك. المحبه كمان في كتاب حلو قوي كتاب اجنبي اسمه عادات النجاح السبع. حد سمع عنه قبل كده؟ ايوه، برافو عليك. حاجه مهمه جدا من عادات النجاح السبعه يقول لك ايه؟ كن مبادرا. المحبه تقول لك كده بادر بالمحبه، ما تقولش تبقى انت قاعد لوحدك اصلا ما حدش كلمني. لا، المحبه كن مبادرا بالمحبه. طب انا موجود هنا، طب انا عايز اجي بالكنيسه احب اخواتي واوضب لهم المكان. طب انا ما حدش قال لي روح افتقد، بس صاحبتي ما جاتش، هروح لها البيت اعدي عليها وانا جاي الكنيسه وانا جاي الاجتماع وانا جاي القداس. كن مبادرا. لو فكرنا بحاجات كتيره نعملها انا اللي هبادر فيها، ما نستناش الحاجه دي لغايه عندي. كن مبادرا من ضمن عادات النجاح السبع. المحبه كمان اخر فكره عايز اقولها هي طاقه الهيه. النقطه بقى ايه اللي اتسال فيها اهو، دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي. المحبه هي طاقه الهيه تنسكب علينا عن طريق الروح القدس. معايا؟ المحبه هي طاقه الهيه بتنسكب علينا مش بقوتي انا وحضراتكم كلنا لو اعتمدت على نفسي اقع بعد ثانيه، ولكن المحبه طاقه الهيه تنسكب علينا عن طريق النعمه. عن طريق النعمه. عن طريق النعمه. طب النعمه دي باخدها منين؟ من الروح القدس، والروح القدس مالوش حدود. بس انا مطلوب مني اعمل ايه؟ افتح الحنفيه. تخيل كده عندي خزان ميه والخزان ده لازم منه ماسوره، وانا واقف تحت عطشان، يا عليه ناشف،
طب ما تفتح الحنفيه هتشرب، صح ولا مش صح؟ متخيلين المنظر ده؟ اي حد فينا مش عارف يحب ويحط نفسه مكان دوت. في خزان كبير ونازل منه ماسوره وانا واقف قدام الماسوره عطشان. طب يا حبيبي افتح الحنفيه هتشرب. ايه هي الحنفيه؟ ايه هو الخزان؟ عمل الروح القدس، عمل النعمه. افتح وسائط النعمه بالقداس وبالانجيل وبالتوبه وبالصوم وبالجهاد، هتلاقي نفسك قلبك وسع. مش اللي قدامك هو اللي اتغير، انا ماليش دعوه باللي قدامك. انا محتاج ان انا اللي قلبي يوسع. فاهمين الفرق؟ هو ده اللي كنت بتسال فيه. انا مطالب ان انا اشتغل على نفسي، اوسع قلبي. اوسع قلبي عن طريق ايه؟ النعمه. طب النعمه تشتغل ازاي؟ عن طريق الروح القدس. الروح القدس يتوهج جوايا ازاي؟ عن طريق كل وسائط النعمه، القداسات والاصوام والخدمه والبذل، كل مسمار الروح القدس، كل ده النعمه تشتغل فيه. يبقى عشان كده انا وحضراتكم مالناش حجه انا حاولت مره ومرتين مع فلان، لان الروح القدس روح الله القدوس هو ضابط الكل. ملوش نهايه. لو انا قلت الكلمتين دول يبقى انا بخدع نفسي. لا، انا عندي فرصه 2 و3 و4 مع قياده الروح القدس مع الارشاد. يبقى انا ما ينفعش اقول فلان مش قادر احب. لا، انا كده التقصير من عندنا. علمونا كده دايما. اي حاجه مش قادر تنفذها العلم من عندك انت. النعمه الله هتعرف تعمل كل الوسائل دي. تمام؟ طيب يبقى كده اتكلمنا عن اهميه المحبه. تاني حاجه اتكلمنا عن افكار اشحن بيها دماغي علشان اعرف احب. بعد كده عايزين نتكلم عن افعال للمحبه. خلاص انا اقتنعت ان المحبه دي مهمه جدا. لان لو ما بحبش يبقى انا ما بعرفش ربنا زي الاوثان. لو انا ما بحبش يبقى انا مش تلميذ ربنا. لو انا ما بحبش يبقى انا انسان ميت. وعرفنا بعد كده الافكار اللي هتشحنني. المحبه اكون انا شبه ربنا. المحبه بشهد للمسيح، ويا بخت اللي بيشهد للمسيح في حياته. ربنا بيعوضه خيرات على الارض وفي السماء. المحبه مش رد فعل. المحبه لازم انا اكون مبادرا في المحبه بتاعتي. المحبه يعني زي الشمعه بتدوب علشان تنور لكل الناس اللي حواليها، زي موسى النبي وبولس الرسول. وقلت ان اكون محروما من المسيح من اجل انسباء الجسد. افعال بقى تبين المحبه فعلا. اتفقنا؟ المحبه ليس بالكلام بل بالعمل والحق. ايه هي الافعال؟ اول حاجه عمل الرحمه لكل الناس اللي حوالينا. لو كل واحد فينا قاعد يقول فلان الناس اللي حواليا هيلاقي كميه افعال محبه غير طبيعيه. واحنا مروحين حارس العماره اللي عندي في الموضوع، عمر حد اداله كلمه تشجيع ولا قال له انت بتخدمنا كتر خيرك، ولا اداله محبه، ولا جاب له حاجه حلوه ياكلها. بمنتهى البساطه. في ناس حوالينا كتيره جدا ناس بسيطه، وناس عندها صغر نفس، وناس تتمنى يعني يكونوا عايشه في وضع افضل. قد المحبه للناس ده ايه؟ يبقى انت كده شبه سيدنا، يبقى انت كده تشهد للمسيح. قدم لهم محبه باي طريقه. الاحترام ليهم محبه. ان انا اخد وقت اقعد اتكلم معاهم ده عمل محبه. بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين. سمعت ان حد عنده مناسبه حلوه اروح اشاركه، ده محبه. فلان عنده مناسبه صعبه شويه اروح اشاركه واقدر اخدمه، ده كله عمل محبه. ابتسامه في وجه واحد متضايق. احيانا كده بيصعب عليا قوي اروح مثلا اكون في اجتماع شباب ولا حاجه الاقي الشباب كلهم متجمعين وفي واحد قاعد لوحده منطوي كده اهو. المنظر ده بيبقى صعب جدا يعني. ده بيحزن قلب المسيح جدا يعني. طب انا بحب انا من نفسي اروح بقى اللي قاعد لوحده دوت اشاركه وحدته واضمه معايا بالمحبه المسيحيه. او واحده تكون قاعده لوحدها، او ست كبيره واولادها سافروا ومش محدش عايشه لوحدها، اروح اشغل التليفون اروح اشغل معاها. كل ديت اعمال محبه. مش شرط ان انا بضحك في وش اللي قدامي، لا اعمل عمل محبه فعلا حقيقي. واحد مريض هات له دواء ابتدي ساعده. واحد عنده مشكله مسافر ولا حاجه ما عندوش حد اعمل المشوار معاه. كل ديت افعال محبه. الاحترام للكل ده افعال محبه. ان انا العطاء ده فعل محبه، بس العطاء من وقتي، العطاء من صحتي، العطاء من مقتنياتي، واخر حاجه العطاء بتاع الفلوس. يعني الفلوس ده ربنا قادر يدبر الفلوس لكل الناس، انما العطاء علامه محبه. لما انا اقول يا رب الدنيا غاليه ومش عارف اصرف على كل الحاجات اللي عندي، انما انت يا رب طلبت مني العشور، طب انا احط 20%، ده عمل محبه. هتلاقي بقى فتح ربنا فتح لك قوه السماء، مش لان ربنا مستني الفلوس بتاعتنا حاشا، بس ده دليل محبه. بولس الرسول كان يقول لك كده اهو، جمعوا الفلوس بتاعتكم علشان تاكلوا ثمار المحبه. يبقى كل دي افعال محبه. برضه من ضمن افعال المحبه افعل ما لا تحب من اجل من تحب. افعل ما لا تحب. انا دلوقتي بس انا قلت لكم المثل اللي انا قلته، انا خلاص انا تعبان وعايز اروح، ده اللي انا بحبه. ولكن افعل ما لا تحب من اجل من تحب. انا بحب فلوس فانا هقعد معاه زي ما هو عايز. هو ده فعل المحبه. ما قلتش بقى انا قدرتي كده، اتفقنا قدرتي في يسوع المسيح. اخر حاجه بقى اقوال المحبه. خلاص قلنا اهميه المحبه، شحنا دماغنا بافكار المحبه، عرفنا افعال المحبه، ايه الكلام اللي بيثبت المحبه؟ اول حاجه كلام تشجيع. اهم كلام نقوله يثبت محبتنا تشجيع لكل الناس اللي حوالينا. في كان رسام عظيم قوي بس الناس اسمه، الرسام ده كان وهو صغير كان عنده صعوبات في المدرسه بتاعته، بس كان يمسك الورقه الصغيره يقعد يشخبط. امه كانت تعمل ايه؟
تاخد كل ورقه بيشخبط فيها وتعلقها، وكل ضيف بص ابني عمل اللوحه دي، بص ابني فنان ازاي. هو كان عنده صعوبات تعليميه، تخيلين يعني ايه؟ يعني ما كانش قادر يكتب ويقرا والكلام ده هو. بس امه قعدت تشجع فيه من هو صغير، يعني امه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتحبه وهو بيحب ابنها جدا طبعا. المحبه جامده جدا. قعدت تشجع فيه كل شخبطه مالهاش لازمه، تعلقها كده قدام باب الشقه، بص ابني عمل ايه؟ ابني ده فنان. الولد قاعد يسمع ايه ده، انا فنان لغايه بقى من اعظم الفنانين في روما. بسبب هو نفسه قال لك بعد كده امي هي السبب. انا كانوا عايزين يطردوني من المدرسه بس بسبب تشجيع امي لانها بتحبني، قال كده قدام الناس كلها، بانها بتحبني اصبحت انا الرسام الفلاني. فمن ضمن افعال كلام المحبه كلام التشجيع، مش لان قدامي يستحق التشجيع، مش لان انا بكذب، لا لان انا بطبق الوصيه، لان ده عمل المحبه. كان في مره المصنع ده كان بيخسر كتير قوي، فمره قعدوا كده قال لك صاحب المصنع مش عارف اعمل ايه، المكن كويس والبضاعه كويس، راح حط لهم يافطه كده على باب المصنع: هذا المصنع يعمل به امهر الصناع في البلد. كل صناعي داخل كده يقرا كده ايه ده؟ انا من امهر الناس، بقى يخش والانتاج فعلا اتحسن في خلال بضع شهور بسبب ايه؟ التشجيع. يعني الراجل ده كان بيحب المصنع بتاعه، الراجل ده كان بيحب الناس اللي شغاله. فمن ضمن كلام المحبه هو كلام التشجيع. من ضمن كلام المحبه كمان حاجه حلوه جدا كلنا مش عارف ما بنعملهاش. الكتاب المقدس مليان وعود الهيه. وعود يعني ايه؟ ربنا بيوعدنا، مش لان انا استاهل، بس وعود تفرح. لما يقول كده ايه؟ لا تخف يا وقيع الصغير، اباكم قد سرك ان اعطيكم الملكوت. طب ما خلي الايات اللي مليانه وعود لكل الناس اللي حوالينا، كل الناس اللي حوالينا تعبانين. محدش فينا مش تعبان، اللي تعبان من الغلا واللي تعبان مش عارف عامل ايه في المستقبل. خلي كلامك مليان ايات تتضمن وعود الهيه. حد مريض انا هو رب شفيك، ما تقلقش ربنا هيشفيك. حد عنده تجربه قول له ربنا قال كده: لا ادعكم تجربون فوق ما تحتملون. ما تخافش، مع التجربه هيقف منزل. الكلمه دي كلمه ربنا فيها قوه فعاله. اما طلع يقول كده: علاج كل مرض روحي جوه الكتاب المقدس، جوه الايات بتاعته. فمن ضمن كلام المحبه اذكر كل الناس اللي حواليا بايات مليانه وعود شفيه. ولما انا اسمع الوعد اقول بص يا رب مش عشان انا استاهل، لا انا وحش، انت اللي وعدت فانت قادر تنفذ وعدك، انت امين وعادل. لما يقول لك اهو لما يقول لك اهو تكلم ولا يقع بك احد ليؤذيك، يبقى حتى لو انا في بلاد غريبه، حتى لو انا في بلاد عبيد او سيد، قول له يا رب انت لو وعدت، انت لو انا هتكلم وانا عارف الناس ديت طبعا صعب شويه، بس انت قلت لا يقع بك احد ليؤذيك، نفذ وعدك. قولها له كده بلجاجه، قولها له كده بداله البنوه، نفذ وعدك انت يا رب مش لانها استاهل. فلما اقول وعود الهيه الناس اللي حواليا الناس بتفرح. ده برضه من ضمن كلام المحبه. من ضمن كلام المحبه كمان اتعلم في بيتنا. يا ماما كتر خيرك على الاكل، يا بابا يعني انا بشكرك على التعب اللي انت قولوا كلام محبه. احيانا كتيره بنبقى كده يعني ناشفين شويه، عايزين نتعلم كلنا نقول كلام محبه. برضه من ضمن كلام المحبه كلام الدفاع عن الاخرين. احيانا تلاقي شله كبيره كده واقفه وفي واحد ماسكينه سلف وهو مش موجود، ده عمل كذا وعمل كذا وكذا. المحبه بقى الانسان المسيحي ما يشتركش معاه، يدافع عنه. هو ده كلام المحبه. دافع عن واحد كل الناس واخده عنه فكره وحشه، قول حاجه كويسه عنه زي ما المسيح عمل مع السامريه. انت بتجاوبها صح يا رب دي واقعه قضيه زنا، تقول لها عشان قالت حاجه كده احنا ادعى انه كان بيحبها، كان بيحب كل الناس البشريه. يبقى من ضمن كلام المحبه ان انا اقول كلام فعلا في دفاع عن ناس كتير قوي حواليا. من ضمن كلام المحبه ان انا اصلي من اجل الناس اللي حواليا. اخر نقطه هنقولها احذر منه. اول حاجه احذر من المشغوليه الزياده، مش هتخليك تحب، مش هتخليك تشوف الناس اللي حواليك، احذر منها جدا. تاني حاجه احذر من الذات والكبرياء. لو انا عندي كبرياء عايز ان انا افضل من شنود، عايز ان انا افضل من كريستين، فمش عارف احبهم. احذر من المقارنات. انا شغال في الشغل، زميلي جات له ترقيه وعيني، انا ابتديت بقى ايه؟ اتغاظ. طالما اتغاظ انا ما بحبوش خالص. طب ما هو ما عنديش حاجه وحشه، هو ربنا كرمه بترقيه او ربنا كرمه بمكافاه، لو هقارن نفسي بيه مش هعرف احب. عشان كده احذر من المقارنات. دايما كل مره تبقى احذر من المقارنات. نفتكر شاول وداوود. شاول اول ما قارن نفسه بداوود وقال ايه ده؟ بيغنوا داوود يقولوا بيغنوا شاول يقولوا قتل الالوف، انما داوود قتل الرواة غار فرقوا روح الرب. عشان كده مهم جدا احذر من المقارنات. احذر برضه ان انا اقلد الناس اللي حواليا. احنا مختلفين، ولاد ربنا مختلفين. لما بيكون عندي بحيره والبحيره دي فيها نوعين من الاسماك، سمك ميت وسمك عايش، اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت ولا العايش؟ رد عليا. الايه؟ ميت. انما السمك العايش لا، يعوم ضد الطيار ولا يهمه.
انا موجود في الكليه والناس كلها عماله تتريق وما بتحبش بعض، انا ماليش دعوه، انا همشي ضد التيار. مش هقلد كل الناس كده زي سياسه القطيع، كله بيعمل كده انا كمان اعمل كده، لا مش عايزين نعمل حاجه دي. البابا اثناسيوس اتملى هرطقات قالوا له خلي بالك العالم كله ضدك، قال لهم ايه؟ ولا ضد العالم، احنا كل انسان مسيحي في كليته في مدرسته في بيته في المواصلات في الشارع هو ضد العالم، عايزين نقدم محبه للناس اللي حوالينا. اخر حاجه برضه هنقولها خالص، احنا خلصنا بس ماشي، اخر حاجه خلاص 5 دقايق عشان ما ناخرش اكتر من كده. انا عندي في واحد بيكرهني احبه ازاي؟ عايزين بقى حاجات عمليه، ماشي يا ابني قعدت تقول كلام حلو خالص والمحبه مهمه ومليت افكاري بالمحبه، بس انا في واحد لسه في الكليه هزقني قدام كل الناس. الله عليك الله عليك صح، بس يقدموا ازاي بقى؟ ازاي يقدموا محبه؟ ازاي يعني ازاي افكر بطريقه عمليه؟ اسمك ايه؟ زي ما كلهم